ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب يكون يومكم حلو النهارده. طبعا احنا هنتكلم النهارده عن مباراة بكره، مباراة الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر اللي هتقام في السعودية. بس قبل ما نتكلم في اي حاجة، عشان عندنا حلقة كبيرة وهنتكلم في تفاصيل كتير، هنتكلم في فنيات، هنتكلم في خطط لعب، هنتكلم في طرق اللعب، لكن بشكل عام مع الاهلي والزمالك التحضيرات ايه بكره. لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب لازم تشترك بالقناة وتدوس لايك، ولو انت بتتفرج علينا على الفيسبوك او تيك توك يبقى لازم تخبط اللايك للبيج. تمام؟ هبقى كوبايه الشاي، هبقى كوبايه القهوه بتاعتك وركز معانا. هنتكلم اول حاجه دلوقتي عن الشكل العام للفرقتين باذن الله بكره. في الاهلي في استقرار اداري مع رئاسه مجلس اداره الكابتن محمود خطيب وبقيه الاعضاء، ده بقاله سنين. وفي استقرار فني مع كولر، مع الفرقه بقاله سنتين. وعندك في استقرار للعيبه فنيا، وده شفناه جدا بعد البطوله الافريقيه، ابتدى الاهلي يستعيد مستواه، ابتدى يرجع. فبشكل كامل الاهلي مستقر فنيا واداريا. طب هنيجي نتكلم على الزمالك عنده مجلس اداره جديد في الوقت الحالي مستقر، عنده جهاز فني جديد لعب معاه حوالي 5 أو 6 مباريات في افريقيا ومحلي، وعنده في 10 صفقات اتمهم في يناير اللي فات، لعب منهم حوالي 5 أو 6 صفقات. تمام كده معايا؟ تمام. يعني احنا عايزين نقول ايه من اللي احنا بنقوله ده؟ نقول ان الاهلي اكثر استقرارا، ولكن مباريات نهائيات بالذات القمه ما بين الاهلي والزمالك غير معترفه بهذا. يعني المباراه كل فرقه داخلها 50% 50%، ده عنده فرصه بالمكسب وده عنده فرصه بالمكسب. وارد جدا ان الاهلي يبقى مستقر فنيا، ولكن حاله اللعيبه في اليوم دوت او حاله لعيبه الزمالك هي الاعلى فنيا او حماسيا، ايا كان المسمى، فتلاقي الاداء مختلف تماما. احنا بنقول زي كده بنتكلم عن شروط مكسب قبل المباراه انت بتتكلم عنها، الشروط دي متوفره عند الاهلي اكتر، ولكن ده ما يمنعش الاهلي داخل 50% مباراه والزمالك داخل 50% مباراه. تمام؟ يعني مفيش اساس، كل فرقه داخله عندها الرغبات وعندها ان هي تكسب المباراه وتكسب البطوله. تمام كده؟ خليك معايا. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، طيب هنتكلم عن طرق اللعب او طرق الخطط اللي هيلعب بيها الاهلي والزمالك. الاهلي بكره تشكيلته اللي هيلعب بيها، ودي 90% 95% منها اللي هقولها لك دلوقتي: مصطفى شوبير، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم قلوب دفاع، محمد هاني باك يمين، علي معلول باك شمال، 3 لعيبه في نص الملعب، 2 منهم اكيد هو امام عاشور، مروان عطيه، وواحد من 2 يا كريم نيدفيد يا عمرو السوليه، لان عندك كوكا اتصاب امبارح، عنده اتصاب في الضلوع في التدريبات، فمش هيلعب، مش هيشارك في المباراه. تمام، ادي ال3 لعيبه. عندك ونجي شمال حسين الشحات، ونجي يمين بيرسي تاو، والمهاجم عندك ابو علي طبعا مصاب مش هيلعب في المباراه، فما عندكش غير مودست وكهربا. انا شايف من الشكل الافضل للكولر انه يبتدي بكهربا حتى لو برجل واحده، لان مودست ما هوش لاعب متعود على النهائيات، على البطولات، خاصه بنتكلم في افريقيا وفي مصر، المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي، فالمباراه تبقى غريبه عنه. زائد ان طريقه لعبه مش مناسبه للنادي الاهلي، هو راجل هيدرز، مش بيلعب يفتح مساحات، مش بيلعب يجري. كهربا هيبقى انسب بكتير بالنسبه للخطه بكره. ده خطه الاهلي اللي هتلعب بكره. خلينا مع الاهلي. لو انت بتتفرج على الاهلي ومركز مع الاهلي هتلاقي ان الاهلي دايما في هجومه لما بيلاعب الفرق اللي قصاده، وده ظهر في اخر 4-5 مباريات في الدوري في افريقيا، الاهلي بيلعب وبيستغل عمق الاجناب من ناحيه بيرسيتاو، من ناحيه حسين الشحات، ودايما بيفرغ اللعب من نص الملعب، بيخلي امام عاشور هو لاعب صانع اللعب نص الملعب، اللي هو بحيث يبقى اللعيب الفاضي اللي تبني عليه الهجمه، وهو اللي يقدر يرمي كور طوليه. ودي ظهرت مع رضا سليم في مباراه افريقيا، سوري عفوا، في مباراه بلديه المحله، مع رضا سليم لما لعب له ثرو باص من نص الملعب راح هو والجون، لو انت متخيل معايا اللعبه وفاكرها. وهو امام عاشور اللي بيخش وبيضم لجوه بعد الكره ما بتتلعب على الجناب، اذا كانت بيرسيتاو او حسين الشحات. هو ده اتجاه عمق الاهلي في هجومه، دايما بتلاقي امام عاشور هو اللاعب اللي بيخش
على منطقه الجزاء، على نقطه ضربه الجزاء، عشان يكمل مع الهجوم اللي داخل من نص الملعب واللي جناب. ودايما بتلاقي يا كهربا او موديست، الفتره الاخيره موديست بيسحب معاه قلب او اتنين دفاع. دي طريقه لعب الاهلي، بيلعب على الوينجين وبيفضي من ورا الوينجين، اذا كان محمد هاني بيخش او اذا كان علي معلول بيخش من ورا عشان يلعب عرضيه. العرضيات اللي ما هياش عاليه، لا، العرضيات الارضيه. ده شكل او اسلوب لعب النادي الاهلي. تمام كده. دي طريقه لعب كولر اللي محافظها للاعيبته. ده اللي هنشوفه بكره. طيب. خلصنا الاهلي، تعال نخش على الزمالك. الزمالك هقول لك تشكيلته وخطه لعبه. الزمالك هيلعب برضو 4-3-3 بالشكل مش تقليدي زي بتاع الاهلي. ازاي؟ اولا هيلعب بعواد في حراسه المرمى. انا شايف ان عواد انسب من صبحي. هيلعب باربعه ورا. هيلعب بقلبين دفاع حسام عبد المجيد والمسلوسي، اتنين قلب دفاع. هيلعب على اليمين عمر جابر. هيلعب على الشمال احمد فتوح. هيلعب الاكيد دونجا مركز 6، والاكيد عبد الله السعيد. واحد من اتنين، يا رؤى يا محمد شحاته. يا رؤى يا محمد شحاته. الا لو هو تفكيره وداني ممكن يلعب ناصر ماهر في المركز ده، يعني واحد من الثلاثه دول. بس انا بقول لك الاقرب يا محمد شحاته يا رؤى. تمام كده، خليك معايا. والثلاثه اللي قدام مصطفى شلبي على الشمال وزيزو على اليمين. وما بين الافضليه ما بين الجزيري والمهاجم الثاني بتاع الزمالك منسي. تمام. الفتره الاخيره منسي هو اللي واخد وهو اللي بيسجل، بس مباريات الاهلي والزمالك انا شايف ان الجزيري انسب. بس هو اكيد هيدي المنسي. المنسي بيسجل وبقاله اخر ماتشين ثلاثه معاه بيلعب. تمام كده معايا. فالتشكيل مش هيخرج عن اللي احنا قلناه. بس التركه في حاجه، هل ممكن يعمل زي المباريات اللي لعب فيها في الدوري المحلي، بالاخص كان امام الاسماعيلي، لما نزل عبد الله السعيد جنب دونجا مركز 6. كان عبد الله السعيد جنب دونجا. تمام كده. وكان منزل اوباما صانع لعب، وكان منزل شيكابالا، وكان منزل زيزو. كان عندك 4 صناع لعب في عرض ملعب مش مستحملهم. فاتخنقوا، ما كانوش عارفين يلعبوا كورة. كل واحد واخد مساحة، مش عارف يتنفس من اللعيب اللي جنبه. 4 صناع لعب في الملعب مش عارفين يتنفسوا من بعض. فهل وارد انه ممكن يفكر التفكير ده، انه يلعب بعبد الله السعيد جنب دونجا ويلعب بصانع لعب تاني، يعني اوباما قدامه او ناصر ماهر؟ انا بقول لك ما اعتقدش انه ممكن يخاطر المخاطره دي، بالذات بدايه الماتش. فهيلعب الطبيعي بدونجا ويا رؤى يا محمد شحاته ومعاهم عبد الله السعيد. تمام. دي وجهه نظري، لان فعلا لو عمل كده ولعب ب4 صناع لعب، او نزل عبد الله السعيد وناصر ماهر مع بعض، او عبد الله السعيد واوباما مع بعض، لا، نص الملعب هيتاخد من الزمالك. الاهلي هيزعل الزمالك في الماتش ده بجد. مش هيقدر، اللعيبه مش هتقدر تمسك الملعب. تمام كده معايا، واحده واحده. الزمالك بيلعب ازاي؟ الزمالك دايما بيلعب، ما بيلعبش من الوينجات. الزمالك دايما بيلعب انه بيجي وينجاته بتضم من على خط ال 18 اللي جوه الملعب. بيلعب دايما من العمق. الزمالك تاني يتفرج على اخر 4-5 مباريات ليه افريقيا ومحليا، الزمالك بيلعب من عمق الملعب. ازاي؟ زيزو في اليمين، مصطفى شلبي في الشمال، يعملوا العمق لجوه الملعب من على خط ال 18، واللي جاي من بره يبصوا له الكوره او يخشوا يضموا هم ويشوطوا. دي طريقه لعب الزمالك. الزمالك ما بيعتمدش على الوينجات في ان هي تلعب لاخر الملعب، لا، تضم من قبل ال 18 او تعمل الثرو باص من بره ال 18. زي ما شفنا الاجوان اللي شفناها، عمر جابر، دونجا جه. بالمناسبة عن دونجا الشكل جديد ليه مع جوزيه جوميز، غير دونجا قبل جوزيه جوميز. دونجا دلوقتي بيلعب الكرة لقدام. لو انت متابع هتشوف ده. دونجا النهارده مش يلعب الكرة بجنبه وراه، لا، دونجا النهارده بقى بيلعب الكرة لقدام، ودايما بيسقط له عبد الله السعيد او ناصر ماهر، اي حد فيهم اللي لو كان بيلعب في المباراة. يعني بص كده معايا، دايما دونجا بيستلم الكرة تلاقي عبد الله السعيد نزل له عشان يستلم منه، عشان يضغط قدام. ناصر ماهر لو هو اللي بيلعب تلاقي ناصر ماهر نزل له عشان يستلم الكوره. ما الكوره ما بقتش ترجع من دونجا لورا،
وده باين في المباراه الاخيره بتاعت الداخليه لما دونجا حاول يلعب الكره الصناع اللعب ما لقاش حد، راح مباصيها لعمر جابر وراح جاب جول. دونجا بقى ليه اداء مختلف مع جوزيه جوميز، وده هتشوفه بكره. طيب كده احنا اتكلمنا على الزمالك واتكلمنا على الاهلي، طرق لعبهم والتشكيل اللي هيبتدي بيه المباراه بكره. طيب ايه المفاتيح اللي ممكن الزمالك يقفلها للاهلي، وايه المفاتيح اللي ممكن الاهلي يقفلها للزمالك؟ المفتاحين الثلاثه الموجودين في النادي الاهلي وهم مفاتيح اللعب هو امام عاشور وعلي معلول وحسين الشحات. الجنب الشمال اللي بيضم فيه ساعات امام عاشور اقوى جنب، لو الزمالك قفله بقول لك ان ممكن يقفل بنسبه ان الاهلي ما يجيبش جوان بنسبه 70 80% لو قفل الجنب ده. ده اكتر جنب او دي مفاتيح اللعب الاهلي المتواجده الحقيقيه اللي تقدر تسجل منها. طبعا هتقولي وبيرسي تاو موجود، بس الاعتماد الكلي اكتر بيبقى على الجنب الشمال. فدي مفاتيح اللعب الاهلي. طب مفاتيح لعب الزمالك مين؟ اكيد في زيزو. اكيد انا مش شايف حد غير زيزو في الفتره اللي فاتت، وشيكابالا لو نزل اساسي. دي مفاتيح لعب الزمالك. لو انت قفلتها مع اللي جاي من نص الملعب اللي طالع من عبد الله السعيد او دونجا، انت كده وقفت مفاتيح لعب الزمالك كلها. عملت ظل ما بين لعيبه نص الملعب بتاعت الزمالك ولعيبه الهجوم بتاعته. دي مفاتيح لعب الزمالك ودي مفاتيح لعب الاهلي. طيب ايه انا بقى توقعاتي؟ انا شايف ان الماتش هيبقى فيه اهداف. الماتش ممكن يخلص 2-1 3-2 في الرينج دوت. لمين؟ ما اقدرش اقول لك لمين، بس الاهلي اقرب من وجهة نظر اللي احنا الكلام اللي اتكلمنا عليه في اول خالص الفيديو. نادي الاهلي اقرب في الفوز. نادي الزمالك هيسهل المباراة على نفسه لو لعب بمنطقية ولعب ان هو يمسك نص الملعب. تاني، نادي الزمالك هيسهل المباراة على نفسه ويقدر يكسب المباراة لو مسك نص الملعب. ازاي؟ يلعب بصانع لعب واحد واثنين ستتين زي ما قلنا دونجا ومحمد شحاته، وهيلعب بصانع لعب واحد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما ينفعش ينزل قبل كده. عبد الله السعيد لازم يبقى 10، ما ينفعش ينزل قبل كده. لو نزل قبل كده نص الملعب راح. تمام؟ طيب دي الاشكال اللي احنا اتكلمنا فيها، وده التحليل اللي احنا اتكلمنا فيه الخاص بالاهلي والزمالك. مباراه بكره زي ما قلنا هتتلعب الساعه 7:30 في الاولى بارك في استاد النصر السعودي. هتبقى مباراه جماهيريه كبيره. جمهور الاهلي هيحضر، جمهور الزمالك هيحضر. عايزين شكل حلو، عايزين الناس تستمتع كوره. هيبقى في ضغط جماهيري على امام عاشور بكره من جمهور الزمالك. هيبقى في ضغط جماهيري على ناصر ماهر وعلى عبد الله السعيد اللي هو بيلعب في اول مباراه مع الزمالك قصاد الاهلي. عايزين نشوف الجمهورين يكونوا محترمين، ما يبقاش فيه الفاظ. ان شاء الله ده كله نشوفه بكره، نشوف مباراه حلوه. جاي حكم برازيلي، حكم كويس. اداره تحكيميه انا شايف انها هتبقى كويسه. كده كده حكم اجنبي، ما هوش حكم مصري ولا عربي، فما عندوش قصه اهلي وزمالك. هيبقى راجل جاي فير. مستنيين بقى ان الاهلي والزمالك يقدموا لنا ماتش حلو. نتمنى بكره ان شاء الله ان المباراه تخرج حلوه. صحيح التعادل لو وصل لحد نهايه الوقت الاصلي هيبقى في شوطين اضافيين وضربه جزاء. ده كل اللي هنقوله او كل اللي قلناه. اتكلمنا عن الاصابات الموجوده هنا، اتكلمنا عن تشكيله فرقتين، اتكلمنا عن التحليل الفني، شكل الفرقتين هيبقوا عاملين ازاي. انا متوقع ان مصطفى شوبير هيبقى عامل عرض بكره جيد. امام عاشور، عبد الله السعيد، الناس دي هتظهر بشكل كويس بكره. يا رب اكون وصلت لكم كل مفيد، يا رب اكون فدتكم زي ما اتفقنا. لو عجبك الفيديو او بتتفرج علينا على يوتيوب اشترك بالقناه وفعل زر الجرس ودوس لايك. لو بتتفرج علينا على الفيسبوك او تيك توك لازم تخبط اللايك للبيج. السلام عليكم.